السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. هنايا خواتاتي كنت معروضه عند الصديقه ديالي، عند الاهل ديالها. ولكن راه بحال العائله ديالي، ماشي عاد بحال يعني عائلتي، نعتبرهم عائلتي وهم عاوتاني كذلك. هاد هنايا في المدينه ديال سيدي سليمان. تحيه لناس سيدي سليمان، كبيره كبيره، الناس الجود والكرم، كبروا بيا الله يكبر بهم. كنت مشيت عندهم في واحد العطله دي شحال، واليوم عاد كتب باش حطينا هذا الفيديو. هنايا خالتي، الوالده ديال الصديقه ديالي، تبارك الله، هي اللي مسكينه بغات تطيب لينا الغدا. وشنو غادي نقول لكم، واحد اللذة، يا سلام يا سلام، كطيب على خاطرها وما نقول لكم شاي على المذاق. هنايا دارت لنا مريقه بالدجاج. دارت شويه ديال الزيت العاديه، ودارت شويه ديال زيت العود. والبصيله راكم عارفين كتشلط، هي ماشي بحال الشكل ديالنا دغيا دغيا دغيا. كتبغي تخدم على خاطرها. ولكن تبارك الله داكشي لذيذ ما شاء الله. دارت هنايا البصيله قلت لكم شلضتها والمريقه اللي دارت لنا جات غزاله. مهم، بالنسبه تبارك الله الاكل، ديجا كنت ضايقه الماكله ديالها. كانت طيبت ليا فواحد الختانه ديال ولدي. آه، الناس مزيانين بزاف بزاف بزاف، كنعتبرهم قلت لكم بحال العائله ديالي. هنايا خواتاتي دارت دجاجه. وبالنسبه للدجاجه هي ما كتشرملهاش، يعني مثلا مره واحده كدير في الكوكوط، كتخدم على خاطرها كما قلت لكم. دارت هنايا الربيع، راه الربيع مدقوق في المهراز، مدقوق مع الثومه اللي دارته. هانتوما كتشوفوا، راه الصديقه ديالي صاحبتي هي اللي كتمد ليها، لان عيانه مسكينه، غير دارت معنا المجهود. واستشرت معها، قلت لها واش معليش خالتي نصور؟ قالت لي الدنيا هانيه ماشي مشكل. قلت لكم هنايا دارت الربيع، قزبر والمعدنوس مدقوق مع الثومه. وبالنسبه للعطريه، راكم عارفين العطريه العاديه ديال الدجاج. المهم غادي تشوفوا المراحل كاملين ان شاء الله بحول الله. انا الصراحه شي حويجات هزيتهم من عندها، لان تبارك الله خيزو مشرمل. آه، شتو دارتو ولكن ما صورتوش. المهم شتو دارتو وليت كنديرو تبارك الله، دابا كيجيني غزال حتى انايا. بالنسبه هنايا للعطريه خواتاتي، دارت هنايا المعلقه كبيره عامره مزيان ديال سكينجبير. راكو عارفين الدجاج كيبغي سكينجبير. وانا دارت شويه ديال الخرقوم، وغادي دير شويه ديال التصفيره. بالنسبه للزعفران هذاك الملون الغذائي، تقدروا تستغناو عليه اللي ما بغاش يديرو. ودارت شويه ديال البزار. بالنسبه للبزار راه درتو غير واحد شويه، راه ما درتش بزاف. والملحه كما قلت لكم بطبيعه الحال. بعد المرات راه اللقطات ما كيبانوش بزاف، راكو عارفين مع الدراري، مع راه ديجا راه حيت الصوت، راه كنعاود نمونطي وصافي. راكو عارفين الدنيا ملي كتكون يعني كيكونوا الضياف وكيكونوا الدراري الصغار، ما تقدريش تحطي الفيديو كما هو، ضروري من المونتاج. المهم هنايا دارتو شويه يتشحر، غير شويه كيتقلى ماشي بزاف، فوق نار مهيله. وهنا درت له مريقه. بالنسبه فاش رواتو ما دارتلوش بزاف الماء، راكو عارفين الدجاج ما كيبغيش الماء بزاف. هانتوما هذا هو الماء اللي درتو، راه ما زادتش، هذا هو الماء الكافي اللي درتو فاش طاب الدجاج. وطبيعه الحال على نار مهيله، راه الغدا درناه شويه بكري، وغادي تسد عليه وتخليه شويه يطيب. هنا بالنسبه للزعلوك، دارت مطيشه منقيه، دارت شويه ديال الزيت العاديه، ودارت زيت العود. دارت زيت العود، ودارت شويه من داك الربيع المدقوق اللي فيه القزبر والمعدنوس والثومه مدقوقه. هنايا دارتهم وغطاتهم، ما دارت لهم حتى شي حاجه، غطاتهم وخلاتهم على نار مهيله بزاف حتى تهبط هذيك المطيشه. وهنا كدير خالتي العطريه. بالنسبه للعطريه ضروري من التحميره، البزار الاحمر،
وغادي دير الكمون وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. وبالنسبه للحار اختياري نتوما شحال بغيتو ديروا، وراكم عارفين زعلوك ضروري شويه يجي شويه حار، واللي ما ياكلش الحار يقدر يستغنى عليه ماشي مشكل. هنا زربت لكم اخواتاتي شويه الفيديو باش ما يكونش الفيديو ممل. بالنسبه للزعلوك هي كتفورو ماشي كتشويه ولا شي حاجه في الفران، ولا كتفورو وكتيقطعوا بهذا الشكل وراكم عارفين. هنايا سمحوا لي اخواتاتي بزاف 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 بزاف، لان مشى ليا واحد المقطع كانت دارت فيه فاش حلت في الكوكو دارت اللوبيا الشعره ودارت مطيشه محكوكه مع شويه نتاع الزيتون احمر وسدات عليه. وهنايا رحنا نتغداو. من مور الغدا خواتاتي خرجنا للسوق. ما بقيتش عاقله على الاسم ديالو، المهم راه السوق معروف بزاف. المهم راه معروفين الناس تاع سيدي سليمان راه كيعرفوه. اللي يعرفوا يعاود يكتب لي في لي كومونتير وانا غادي نعاود نسول صاحبتي. المهم هنايا تبارك الله ما شاء الله عندهم السوق سوق كبير وفيه بزاف ديال المهم مش غادي نقول لكم تبارك الله ما لا الدواء طاب، يعني كل حاجه كتلقاوها ما شاء الله، على الكسوه على كلشي الميعنات ضروري. عارفين العيالات ضروري ما يضربوا واحد الدويره على الميعنات. قال لك اللي ما شريت نزه، ولكن خداو شي حويجات. المهم هنايا السوق كما كنبين لكم ببعض اللقطات، لان قطعت شويه في المونتاج. راكم عارفين ما نقدروش نصوروا الناس. وهنايا دخلنا لواحد البازار كيتقداو عليه الصديقات ديالي، مشينا درنا واحد الجوله تما. خداو نيت شي حويجات من تما غزالين كيبيع داكشي روعه روعه روعه. حتى هو راه معروف تما في سيدي سليمان، شي حاجه عنده كاليتي وعنده شي حاجه اللي اخر ما كاين كتلقاوها عنده كلشي. عنده بيوت النعاس، لي فوتوي، الميعنات، ديكورات. المهم داكشي تبارك الله عنده المحل كبير وداكشي عنده غزال. المهم اي حاجه ثلاجات، المهم عنده تبارك الله داكشي متنوع. هادو هما الحويجات اللي شرينا. هذا بلاطو كنظن يمكن 300 درهم على ما اظن، 300 درهم او 400 درهم هذا البلاطو هذا. ولكن راه غزال، شي حاجه كاليتي ماشي شي حاجه اللي سواقيه، ماشي شي حاجه ديال السوق اللي راهم دابا كيتباعوا 3 وهذه لا، شي حاجه اللي عنده هو الكاليتي. واخا كتكون شي حاجه زايده شويه في الثمن ولكن عنده الكاليتي. هنايا كبرت بينا دار خوها عرضونا، مشينا شربنا عندهم اتاي الله يكبر بهم، مرات خوها الله يعمرها سلعه وخوها كذلك. وجلسنا تعشينا عندهم، غير ما صورتش العشاء. هنايا راكم عارفين كنت مع اول مره نمشي عندهم ما صورناش، جلسنا شربنا اتاي وتعشينا. وهنا النهايه ديال الفيديو ديالي، وشكرا بزاف اخواتاتي.